عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي 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 مع بعض. هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، ان شاء الله هيعجبك. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنعمل مع بعض الناجتس بطريقة الشركات، هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. هنعمله وهيرمي معاكي كمية كبيرة جدا، هتستفادي بيها قوي لو انت بتشتغلي او لو انت بيبقى ما عندكيش وقت ومفيش مجهود ان انت تيجي تتبلي وتحمري وتعملي. هتطلعي الكلام ده كله على التحمير على طول. وميزة الناجتس انه مش بيستنى لما بيفك، انت بتطلعيه وبتحمريه على طول. تمام. الكيلو من اللحمه ونص كيلو من البطاطس طلع معايا الكميه الرهيبه دي. عايزه اقول لكم ما كنتش كمان خلصت جزء من اللحمه بتاعتي، انا شلته لان ما كانش عندي وقت وقتها. كان عندي مشوار ضروري فنزلت المشوار وبعد كده رجعت كملت. وده شكله بعد ما اتحمر. المقادير بقى هنا معايا كيلو من صدور الفراخ، ولو انت حابه تحطي وراك هتديها طعم اطرى وقوام طعم قصدي احلى وقوام اطرى. هنجيب عندي حوالي نص كيلو من البطاطس، اي نوع بطاطس عشان ده سؤال بتسأله كتير من الناس اللي انا اعرفهم. اي نوع بطاطس تحطيه مفيش اي مشكله. طيب نص كيلو من البطاطس عليهم كيلو من الفراخ منزوعه من الجلد وكمان من العروق، وكمان بحط عليها التوابل ملح فلفل اسود، كمان بحط معلقه من النشا على حسب الكميه اللي انت هتحطيها. انا حاطه معلقتين مش معلقه واحده. تمام. كمان حطيت حوالي معلقتين من الفيجيتار، وحطيت عندي مكعب من المرقة. طيب قلبتهم مع بعض كويس جدا. اول حاجة البطاطس بتاعتك لازم تهرسيها كويس قوي، وكمان وانتي بعد الهرس تصفيها، مش تصفيها بقى، تضغطي عليها بمصفى تكون ناعمة بحيث تتأكدي ان ما فيهاش اي تكتلات. الفراخ سواء هتستخدمي صدور حلوة قوي، هتستخدمي صدور وراك هتديكي قوام احلى، او صدور بس برضو بتبقى حلوة. بس بنصحك لو انت هتخلي نص كده ونص كده هتديكي نتيجة حلوة جدا. تمام. بفرم الفراخ بتاعتي زي ما قلنا منزوعة الجلد والعروق والكلام ده كله، بفرمها كويس جدا وبضيف عليها البطاطس وبضيف عليها التوابل وبقلبهم مع بعض كويس جدا. كمان بضيف على البطاطس وقت الهرس بضيف حوالي كوباية من اللبن. بضيف حوالي كوباية من اللبن عندي على البطاطس بتاعتي وهي بتتفرم، وبعد كده بضيفها عندي كلها على اللحمة بتاعتي. جبت عندي هنا حوالي كوباية ونص من اللبن عشان الكمية اللي انا عاملاها كانت كبيرة شوية، وزي ما انتوا شايفين البولة فيها كمية حلوة جدا. وحطيت عليها بيضتين، كمان حطيت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود فقط لا غير. قلبتهم مع بعض كويس جدا. يستحب ان انت تكوني مطلعة البيض بدري شوية عشان ما يعملش معاكي صفار في تكتلات كده على الوش. انا عشان اللبن عندي كان ساقع والبيض كان ساقع فعمل عندي التكتلات دي، بس ما فيش اي مشكلة. سبته وكنت كل شوية لما باجي بتبل بضربه كويس جدا. طيب بجيب عندي الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها او الناجتس قبل ما يتبل، بشكله على حسب ما انت عايزة تشكليه شكليه. انا حبيت اشكله بنفس طريقة الناجتس بتاع الشركات. عملته عندي شبيه بالدبابيس بتاعة الوراك، وكمان عملته عندي بالمربعات وعملت مدور. ده هو الشكل بتاع الناجتس بتاع الشركات بالظبط. انت بقى حابه تجودي من عندك، حابه تستخدمي قطاعات البودوفور، حابه تستخدمي قطاعات عندك موجوده عادي، حابه تستخدمي تقطعي بكوبايه، حابه تستخدمي نجوم، حابه تستخدمي قلوب، قطاعات الكحك والبسكوت قصدي الكحك والبودوفور والحاجات دي هتنفع معاكي وهتدي شكل جمالي حلو قوي الولاد هيحبوه. تمام. بتشكليه زي ما انت حابه، بس انا حبيت اعمله بالشكل ده. طيب جبت عندي الخلطه اللي انا هطلعه بقى من البيض هضيفه للخلطه التانية، وهي ايه؟ سواء انت بقى هتستخدمي خلطة الكريسبي او هتستخدمي الكورن فليكس او هتستخدمي الفيجيتار، سواء حار او بارد، اي نوع من الثلاث انواع دول هتستخدمي عليهم نشا. طيب لو انا هستخدم خلطة الكريسبي او هستخدم الكورن فليكس هضيف عليه فيجيتار، لازم اضيف عليه الفيجيتار والنشا. طيب هعمل ايه؟ ضفت عندي هنا خلطة الكريسبي بتاعتي، حطيت عليها معلقتين من الفيجيتار، حطيت عليها معلقتين من النشا،
حطيت عليها كمان معلقة من البقسماط بحيث يكون ماسك نفسه اكتر ويديني طبقة مقرمشة اكتر واكتر. عندي خلطة الكريسبي ما فرمتهاش جامد، لا انا خليت فرمها يكون متوسط بحيث يديني شكل من بره اللي هو الطبيعي اللي انتي بتشتريه من بره، ما يكونش فيه اي اختلاف وما يكونش ناعم، لا يديني تحميصة وتحميرة حلوة قوي كده. الكورن فليكس او خلطة الكريسبي لما بتنعم ممكن عندك تاخد لون من اتجاه واتجاهات لأ، او ممكن يديكي لون مش حلو، مش هتحسيه زي الجاهز. اما خلطة الكريسبي عندك لما بتبقى فيها حبوب شوية او خشنة شوية هتديكي نتيجة حلوة جدا. بصوا بقى بنزلها عندي في البيض باللبن، وزي ما قلت لكم انا كل مرة كنت بضيف فيها الخلطة كنت بقلب البيض واللبن كويس جدا. انا ضفت عندي هنا في البيض واللبن تمام، وبعد كده رجعت عندي حطيتها في خلطة الكريسبي وبرصها عندي وبحطها ما بين كل طبقة وطبقة. لازم تحطي كيس او كيس شفاف من اللي هو بتاع التلاجة، او ممكن تحطي ستريتش راب، او ممكن لو انت عندك علب كتير وحابة تحطي الكمية اللي على حسب عدد افراد اسرتك مع بعضها حطي، يعني زي ما انت حابة. انا كان عندي الاكياس دي كنت بضيف كميات في العلب عندي. تمام. عايزه اقول لكم رنا عندي كميه حلوه جدا نفعتني قوي. عايزه بقى توفري برضو على نفسك طريقه التشكيل والوقت والمجهود وانتي بتعمليها. هتجيبي عندك كيس من اكياس التلاجة تحطي عليه سنه بسيطه من الزيت، كمان تحطي عليه اللحمه بتاعتك وتفرديها، وتبتدي بظهر السكينه ان انتي تقطعي كده عشان ما تقطعيش الكيس وتقدري ان انتي تستخدميه تاني. تمام. تبتدي ان انت تقطعي كده لمربعات. الطروف دي بقى او الحواف دي ممكن تعمليها اشكال دايره، ممكن تعمليها نجمه، ممكن قلب، اي شكل انت حباه. ولو قدرتي تسويه زي انا ما عملت سوي، بس انا جيت على اللي ينفع يتساوى سويت وعملت مربع بشكل مظبوط. الباقي اللي كنت حاساه صغير شويه ومش هيطلع مظبوط معايا عملته على شكل دايره. وبنفس الخلطه هنزله في البيض واللبن، وبعد كده هنزله عندي في خلطه الكريسبي. بكده هنبقى عملنا ناجتس الشركات بطريقة موفرة جدا، حلوة جدا وسهل وبسيط، ووالله هيوفر معاكي وقت. يعني انت ما مشغولة ما عندكيش وقت، انت بره وراجعة متأخر، فهتطلعي على التحمير على طول. واحلى ما فيه ان انت مش بتستني لحد ما يفك، هو بيتحمر وهو متجمد وبيفك وقت التحمير. طب انا احمر ازاي وهو متجمد؟ تحطي عندك الطاسة بتاعتك على النار فيها زيت غزير بحيث ياخد عندك لون موحد من كل اتجاه، وتحطيها عندك في زيت غزير آه، تحطي الطاسة فيها زيت غزير وتوطي النار لحد ما الزيت يسخن عندك، وتخلي النار متوسطة، وبعد كده تروحي ضايفة فيها الناجتس لحد ما يتحمر. كده فيديو النهاردة يكون خلص، وأتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.